اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه البروفيشنال براندنج الاولى في الميدل ايست. انا محمد فرغلي ودي بروفيشنال براند بوستر تشانل. 4 استراتيجيات عشان تامن وظيفتك في الاقتصاد الصعب اللي بنعيشه اليومين دول. اكيد بالك مشغول جدا ازاي تسكيور او تحافظ على وظيفتك وانت بتشوف الخبراء الاقتصاديين كل يوم وهم بيحذروا من الجلوبال ريسيشن او الركود العالمي، وبعدها تقرا خبر من نوعيه شركه امازون تقرر الاستغناء عن 18,000 موظف. ده بالاضافه للاحوال اللي بنشوفها وبنسمعها كل شويه من تداعيات ازمه كورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه على الاقتصاد العالمي، او لاي سبب تاني زي ان الشركه او البلد اللي انت فيها بيستغنوا عن الموظفين. وبالرغم ان كل اللي بيحصل في العالم ده خارج عن سيطرتك، الا انك بتمتلك السيطره على ادائك وشغلك واللي تقدر بيهم تسكيور وظيفتك. تعال اقول لك 4 استراتيجيات تقدر من خلالهم يكون ليك ادد فاليو حقيقيه للشغل ولمديرك ولاصحاب الشركه، اللي بيها تقدر تحس بالامان الوظيفي اكتر. اول استراتيجي جلو اب يور بروفيشنال براند. لازم تبقى فاهم ان اي صاحب شركه او مدير بيدور على الاستفاده اللي بيحصل عليها من الموظف اللي موجود في شركته. يعني ببساطه كده، طول ما انت مفيد وافكتيف ودورك مؤثر في الشركه، بيكون صعب ان صاحب الشركه او مديرك يقرر انه يستغنى عنك تحت اي ضغوط. اما لو مفيش ادد فاليو حقيقيه منك، او مفيش ميزه تميزك عن اي حد، او ما عندكش بصمه مؤثره في الشركه، فمن السهل جدا ان يتاخد قرار انك تمشي. والادد فاليو دي ممكن تكون مهاره عندك او مهاره تتعلمها او اي حاجه تساعدك انك تعمل بصمه مؤثره في الشركه. يعني مثلا لو انت محاسب في شركه صغيره وعندك معرفه بالداتا اناليسز، ممكن تبدا تقدم اناليسز بسيط للفاينانشال ريبورتس اللي بتقدمها للمديرين واصحاب الشركه. اما لو انت محاسب في شركه كبيره ومعاك CFA، فانت لازم تبدا تستخدم اللي اتعلمته وتظهره في شغلك. طيب لو انت سايت مانجر او بروجكت مانجر في شركه كونستراكشن، فانت محتاج تظهر الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك في انك تخلص البروجكت بتاعك ahead of the plan، او انك تقدر تستخدم ماتيريال اوفر بنفس الكواليتي. ممكن كمان تقدم مساعدة انك تحل المشاكل اللي بيقابلها مديرك او حد من زمايلك او التيم بتاعك، لان مجرد امتلاكك لمهارة زي البروبلم سولفينج ده بيعزز وجودك في الشركة، لانها مهارة بيقدرها كل مدير وكل صاحب عمل. ممكن كمان تتعلم مهارة جديدة او تاخد كورس او سيرتيفيكت، لان الوقت اللي بيكون فيه متغيرات وظروف مختلفة بيتطلب مهارات جديدة عشان تقدر تتعامل وتحقق اللي كنت بتحققه قبل كده. وبالتالي المهارة اللي هتكتسبها او العلم اللي هتتعلمه هينعكس على ادائك في شغلك، وبالتالي هتكون محل تقدير واحترام من مديرك واصحاب العمل، وهتقدر تحافظ على مكانك بطريقه اسهل. من الحاجات المهمه انك تركز عليها دلوقتي هي البرودكتيفيتي او انتاجيتك. ما تخليش الباد مود اللي انت فيه، سواء من ضغوط الحياه او من الاخبار او ظروف الشركه والبلد او غيره، ياثر على انتاجيتك. بالعكس، انتاجيتك في الشغل لازم تزيد. خليك انت الشخص اللي مديرك بيلجأ ليه لما يحتاج يعمل حاجه معينه او ينجز شغل متاخر. كل ما كنت انت الامان بالنسبه لمديرك او صاحب العمل، فانت بتزود الجوب سكيورتي بتاعك. ومن الحاجات اللي هيكون ليها تأثير كبير على الجوب سكيورتي بتاعك انك تكون ريفينيو جنريتور او مصدر للإيرادات لشركتك. وانت في مكانك وبامكانياتك والسكيل سيت اللي عندك، ممكن تكون شايف حاجه محدش تاني قادر يشوفها في الشركه تكون مصدر لتحقيق ايرادات اكتر للشركه. اشتغل مع فريقك او مع مديرك على انك تحقق الايرادات دي، والهدف من ده كله انك تكون براند من الصعب ان شركتك تستغنى عنه. بمعنى ابسط، ان اللي انت بتعمله ليه قيمه اكبر بكتير من المرتب اللي الشركه بتديهولك. وفي حاله ان الشركه قررت تستغنى عنك، فهم بيخسروا القيمه الكبيره اللي انت بتقدمها لهم. وبالتالي لو الشركه قررت تستغنى عن بعض الموظفين، قيمتك واضافتك للشركه والبراند اللي انت عملته هيساعدوك ان ما تكونش من ضمن الناس اللي هيستغنوا عنهم. تاني استراتيجي هي بي فيزبل. من اهم الاستراتيجيات اللي تقدر تعملها عشان تسكيور الوظيفه بتاعتك انك تظهر البراند بتاعك وتخليه واضح للشركه كلها، سواء البراند ده انك صاحب المعرفه بالبروسيس بتاعت الشغل، او انك صاحب العلم اللي تقدر تخلص اي حاجه واقفه مع اي حد في الشغل. ايا كان البراند بتاعك لازم تظهره لمديرك واصحاب الشغل وكل زملائك. كمان صورتك دايما في ذهن مديرك او صاحب العمل لازم تكون انك الموظف اللي بينشر الموتيفيشن اند بوزيتيفيتي في الشركه، وده لان اثره كبير جدا على الموظفين وانتاجيتهم. حاول دايما تحافظ على الروح المعنويه عاليه، وانك تكون الصوت الايجابي وسبب تحفيز زملائك في العمل. ومن خلال البوزيشن بتاعك وامكانياتك وظروف شغلك وشركتك، خليك مبدع في انك تنشر الموتيفيشن في الفريق وفي الشركه، وتكون دايما ايجابي. وخد بالك ان ممكن تغييرات بسيطه في البروسيس بتاعه الشغل تكون مؤثره جدا. اكيد كمان الحس الترفيهي في اداء العمل بيكون ليه اثر ايجابي، وكمان الجانب الانساني بيأثر على الموتيفيشن جدا. يعني حاول تسمع اعضاء التيم بتاعك سواء في مشاكل الشغل او حتى المشاكل الشخصيه، وتحاول توجد لهم حلول. ده هيساعدهم جدا انهم يحسوا باهميتهم، وبالتالي اكيد هينعكس على ادائهم في الشغل، وهيخليك تظهر دايما في الشركة بالصورة اللي تخليك تسكيور الوظيفة بتاعتك.
كمان لو ما كنتش بتشترك في أي أنشطة خارجية للشركة، ده الوقت اللي تشترك فيه عشان تظهر، سواء إن كانت أنشطة ترفيهية أو غير رسمية أو تطوعية، وده هيدي انطباع عنك إنك بتساعد الشركة إنها تنجح في كل الأنشطة اللي بتقوم بيها، وده بالتأكيد هينعكس على صورتك اللي بتحاول تظهرها في الشركة. تالت استراتيجي Develop your professional network. الوقت ده هو أنسب وقت إنك تطور وتقوي البروفيشنال نتورك بتاعتك، تتواصل مع زمايلك ومديرك وأصحاب الشركة بشكل أفضل، وكمان تتواصل مع أشخاص تانيين بره شركتك في نفس مجالك. ده أنت كمان المفروض تتواصل مع ناس من بره المجال خالص. مفيش شك إن البروفيشنال نتورك بتاعتك من أهم الأسيتس اللي لازم تشتغل عليها دلوقتي، لأنها هيكون ليها دور كبير قوي في الجوب سيكيورتي بتاعك في الفترة اللي بتمر بيها وبيمر بيها العالم كله. آخر حاجة بي ريدي، وجهز السي في بتاعك just in case. على الرغم ان التفكير في انك تتنقل لشركة تانية ممكن يكون سبب لخوف ورهبة، الا انه في التوقيت ده واللي بيحصل في الاقتصاد العالمي والظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلد اللي انت بتشتغل فيها يخليك تكون على الاقل متأكد ان السي في بتاعك جاهز انك تقدمه وقت ما يطلب منك. وعلى الرغم انك هتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تسكيور الوظيفة اللي انت فيها دلوقتي، الا ان بتبقى فيه ظروف قهرية بتكون نتيجتها انك ممكن تخسر وظيفتك. كمان لينكدين بروفايل بتاعك لازم يكون قوي ويشد المديرين واصحاب الشركات والهايرنج مانجرز عشان يقدروا يفهموا خبراتك وامكانياتك وازاي هيستفيدوا منك لما تكون محتاج انك تدور على وظيفة جديدة. في النهاية، سواء كانت الأسباب تداعيات أزمة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، أو أسباب سياسية، اقتصادية، أو اجتماعية، فالنتيجة إن ناس كتير خايفة إنها تفقد وظيفتها ومش قادرين يحسوا بالأمان الوظيفي. يعني أنت مش لوحدك، بس الجزء المضيء اللي لازم تشتغل عشان توصل له هو إزاي تجهز نفسك وعلى قد ما تقدر تسكيور الوظيفة اللي أنت فيها. وأتمنى لك كل النجاح في حياتك المهنية. واتمنى اكون قدمت لك معلومه مفيده، وما تنساش تعمل لايك وشير للحلقه عشان حد تاني يستفيد، وكمان اعمل سبسكرايب للقناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا واشوفكم في فيديو جديد.